ازاي حضرتك؟ النهارده يوم ليك طبعا، ويوم للمجله بتاعتك، واليوم النهارده العدد ال 114، وفي حضور الشاعر الكبير ابراهيم رضوان وقامات الشعر في المنصوره وطلخه والقطر المصري. تقول ايه حضرتك النهارده؟ والله المهرجان ده احنا طبعا عملنا مهرجانات كتير قبل كده وما تعبناش فيها اللي تعبناها النهارده. يعني اتغير المكان اكتر من مره واتغير الميعاد اكتر من مره، والمهم في النهايه خالص اتعمل المهرجان النهارده ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى من الله التوفيق يعني للجميع. حضرتك بتبشر كل فترة ناس ان انت يقدموا شغلهم، وان حضرتك شغلهم هتصوروا في كتاب وهياخدوا كهدية. النهاردة انتهادات 7. خدتهم من باب، هم بعتوا لك السكرين بتاع الحاجة وانت كملتها للنشر؟ لا، هو كان الموضوع ده كان مسابقة في البداية، واللي أعلنا عنها بالفعل المسابقة، وطبعا لعدم اكتمال النصاب القانوني للعدد المتسابقين فتم إلغاء المسابقة. لم يتقدم المسابقة أكثر من حوالي يمكن 4 أو 5 أو حاجة زي كده يعني. فاتفقنا أنا والشاعر إبراهيم رضوان إن احنا نعمل تكريم لبعض أعضاء جمعية النهار الأدبية برعاية النيل والفرات وأكثر من جهة يعني. فطبعا تم تكريم النهارده 7 من الشعراء، وطبعنا لهم كتب بالفعل مجانية. على ما أذكر يعني هم طبعا رضا أبو الغيط، وإيهاب عجيز، ممدوح عرابي، إيناس السيد، إيمان أبو عرب، رضا عبد الوهاب، راني عبد الرازق. ال7 دولت النهارده طبعا اكيد هيبقوا مبسوطين، لانه فجأة كتبهم هياخدوها وهياخدوا اعداد كمان يوزعوها على حبايبهم واصحابهم. اكيد طبعا، وان هم أكيد. هيكرموا كمان غير الدروع بشهادات. تقول ايه حضرتك؟ النشاط بتاعكم ممتد، او الدقهلية بالذات ممتدة في النشاط ده، بتعمل كتب الناس وتنشرها لهم من خلالهم هم، وبتبقى هي السباقة في أرض الدقهلية. هي مش أول مرة طبعا نعمل الموضوع ده. احنا عندنا في مجلة النيل والفرات كان في مسابقة شعر النيل والفرات، وكنا بنطبع كتاب مجاني للفائز، مش فائز واحد، احنا كنا بنعمل حوالي 7 فروع، وكل فرع بيبقى فيه 5 فائزين، يعني كنا بنطبع 35 كتاب في كل دورة. وبعد كده عملنا مسابقة فارس الإبداع العربي اللي فازت بالمركز ال16 على مستوى العالم، والأول على مستوى العالم العربي. وبرضه طبعنا أكتر من لحد النهارده مجلة النيل والفرات ومؤسسة النيل والفرات طبعنا أكتر من حوالي 800 كتاب بدون مبالغة. والعبء المالي بيبقى عليك ولا العبء المالي لا، علينا احنا طبعا، علينا احنا. بتحس بان انت الكتاب هيكلف؟ لا، ما بناخدش حاجة من حد، احنا لا بناخد ولا بندي. وبتحس اما هو بيلاقي كتابه اتنشر وفرح ان كتابه بقى مجلد كده وبقى في ايد الناس، هيتعرض في معرض الكتاب، هيتعرض في اماكن كتير، بيبقى بيوجه لك الشكر ازاي؟ انا مش مستني منه شكر، انا بس كل اللي يهمني انا راجل صاحب رسالة وصاحب منهج وصاحب مبدأ، وبنشتغل على هذا الاساس والحمد لله. يعني احنا النهارده تم تكريم اكتر من 3000 مبدع ومبدعه عربيه خلال ال 114. خلال حوالي 4-5 سنوات تقريبا يعني على ما اعتقد يعني. فعدد لا باس به من حاسس ان لسه العطاء جواك؟ والله احنا شغالين، عايز تدي. احنا شغالين والحمد لله. المجله ناجحه، وصدر منها النهارده هيصدر العدد 116 دلوقتي، وبيكتب عندنا في المجله اكتر من حوالي 360 استاذ جامعي على مستوى العالم كله. حضرتك الدكتوره اماني معاك سايبه برضو بصمه، وهي حضرتك تقول لي ايه للدكتوره اماني النهارده؟ الدكتوره اماني ابراهيم يعني تقدر تقول انها الدينامو لمجله النيل والفرات ومؤسسه النيل والفرات. يعني هي العقل المفكر يعني بصراحه، ريحتنا كتير جدا، عندها حرفيه الاداره، بتقدر تتعامل مع الكبير والصغير، حاسه بالمسؤوليه كويس جدا، معتدله في كل تعاملاتها. يعني لما جيت اخترت اختيار صح؟ طبعا طبعا، من افضل الاختيارات اللي اخترناها على في الفتره اللي فاتت دي كلها. تحب توجه لها كلمه؟ طبعا اقول لها متشكرين جدا جدا جدا
وباسمي وباسم كل المنتمين للنيل والفرات نقول لك انت تاج على رؤوسنا وانت وسام نعتز بيك. تحب تقول له بقى ايه وهو قال كلمتين ما شاء الله؟ إيه اقول له يعني انت استاذي، استاذي من الالف للياء. وحاسة إن كان برضو إن كان باختيار. أنا ليا مجهود وليا بصمه وليا كل اللي هو قاله، الفضل والاول في الاخر يرجع لي لانه استاذي. يعني اختياره كان ناجح واختيارك كان ناجح. انا اختياري ناجح جدا، هو ما اعرفش هو اختياره نجح ولا لا. ممتاز طبعا، فوق المستوى كمان يعني. اما المكان بيبقى فيه شخصيات ناجحه والشخصيات بتحب بعضها، او الشخصيات بتبقى حاسه ان هي فعلا كل واحد بيقدم دوره على اكمل وجه، النجاح بيبقى حليف من الله عز وجل. تقولي ايه وربنا حطكم في سكه بعض نجاح ومكملين لبعض؟ الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، كان من رحمته ان رسم لنا طريق واحنا مشينا عليه، والحمد لله رب العالمين. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نؤدي جزء من الرساله اللي حسينا ان ربنا قال لنا اعملوا الرساله دي. والرساله هتبقى قدامكم بعد شويه، نجاح جماهيري صاحب هيقدموا نهر النيل والفرات، وايه كمان؟ جمعيه النهار ومؤسسه النيل والفرات ومجله النيل والفرات. ايوه، ومعاها مؤسسة النيل العالمية النهاردة مشرفة على البتاع. بنقول يا رب النجاح يبقى كل المواطنين بحفاوة وتلقائية وجمال، ودي مصر ولاد.